ايه هي اشهر الامراض اللي بتتشابه مع اعراض القلب؟ احنا عندنا عرضين مهمين جدا في القلب، اللي هو الوجع اللي في الصدر والنهجان. وجع الصدر، الوجع الشيست بين، اللي هو الوجع اللي بيجي في الصدر، مش لازم يكون ذبح. ممكن بقى يكون الجهاز الهضمي العلوي اللي هو المعدة والمريء، ممكن يكون هم اللي فيهم المشكلة. فزي ما حضرتك بتقولي ان واحد عنده تقلص في المريء او قرحة في الاثنى عشر او قرحة في المعدة، ويشتبه عليه الامر ان هو الام في الصدر، ويروح لدكتور قلب فعلا، لكن هي في الاصل هي قرحة. والعكس، ممكن واحد يجيله وجع في فم المعدة، او ان هو يكون عنده قيء ويتخيل ان ده معدة وهو قلب. فده لازم ناخد بالنا. يعني ايه؟ حتى الدكتور ممكن المريض مش هياخد باله قوي، لان المريض مش لازم يبقى عنده كل المعلومات اللي في الدنيا. لكن لو واحد مثلا عنده ضغط، عنده سكر، بقى له يومين ما نامش، عنده 50 سنة 40 سنة، بيدخن كده، وجاله وجع في فم المعدة، ما خفش مثلا بقرص حاجة للحموضة ولا قرص مطهر، يفكر ان احتمال يبقى قلب. لازم. والدكتور بتاعه برضه، لانه هو اكيد هيلجأ للدكتور. يعني وحدثت يعني في احدى المذيعات نامت ان هي عندها مشكلة في المعدة ما قامتش. فده وبيحصل كل يوم بنشوفه. يبقى الحاجات اللي بتشتبه زي ما قلت كده، المعدة والقلب بيتداخلوا الاعراض بينهم. يعني ممكن يبقى معدة ونتخيله قلب، وممكن قلب ونتخيله معدة، او معدة ومريء. حاجة تانية مهمة هي النهجان. مش كل نهجان هو ضعف بعضلة القلب. مازن ميديا برودكشن.